رجع للور بحال إلا كان كيحاول يهرب من داك الشيء اللي وصل ليه. النجاح ديالو كان مخيف. في كليب تريلر ورانا وحوش وزومبي كياكلوا الناس، ولكن الوحوش الحقيقيين كانوا هما المنتجين والشركات اللي كانوا كيمصوا دمه. في 1996 ملي بغى يصور كليب They Don't Care About Us في البرازيل، حكومة البلاد سدات عليه اللعب، خافوا يفضح الفقر ديالهم. وشنو طرا؟ اللي مدوا ليه يد المساعدة ووفروا ليه الحماية ما كانوش البوليس ولا الدولة، كانوا هما المافيا وتجار المخدرات. فهمتوا المفارقة المرعبة؟ رجل اللي كان معجب من العالم لقى الأمان وسط المجرمين، حيث النظام العالمي كان أبشع منهم. هادشي اللي هوليود مستحيل تركز عليه بصدق، حيث هما جزء من داك النظام. ودابا نرجعوا للفيلم. 155 مليون دولار، نسخة بلاستيكية خالية من المشاعر. باريس جاكسون، البنت اللي شافت باها كيتعذب يبكي في الليالي، قرات السيناريو ديال هذا الفيلم. وشنو كانت النتيجة؟ صدمة وخذلان. خرجات بوجه شاحب وقالت بلي هادشي كذبة زوينة باش يرضيو الجمهور ويبيعوا التذاكر. باريس طلبت منهم يعدلوا السيناريو، طلبتهم يبينوا العذاب الحقيقي ديال باها، ولكن المسؤولين ضربوا كلامها عرض الحائط. بنته قطعة منه تهمشات، حيت الحقيقة ديالها ما كتجيبش الفلوس، الكذبة ديالهم هي اللي كتدخل الملايين. شافت باها كيتعذب المرة الثانية، وهاد المرة بدم بارد وتحت الأضواء، واللي كيخلي الدم يجمد في العروق هو شكون جابو باش يمثل الدور؟ جعفر جاكسون ولد خوه. واش كيصحابكم جابوه حيت موهوب؟ لا، جابوه حيت بغاو